أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. طبعا إحنا كلنا هذه الأيام مقبلين على شهر مبارك وشهر عظيم، والكل على استعداد تام يعني لاستقبال هذا الشهر المبارك. وحلقتنا اليوم إن شاء الله رح نخصصها فيما يتعلق كيف نهيئ أبنائنا لرمضان، وما هي التحديات اللي تواجه أبنائنا بمختلف أعمارهم. تحديات جانب روحي، جانب نفسي، اجتماعي، غيرها من هذه التحديات اللي تواجهنا عادة إحنا كأولياء الأمور في استقبالنا لشهر رمضان وكيف نتعامل معه. إن شاء الله نتناول أولا ما هي التحديات اللي تواجه خاصة المراهقين. نحن نحاول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وركز على المراهقين لخصوصية المرحلة العمرية اللي طبيعة المرحلة، لأنه فيها كثير من التناقضات، كثير من الصراعات، كثير من الأشياء اللي تجعل المراهق يعيش في حالة من يعني عدم اليقين، خاصة نسبة للتطور وللأشياء اللي محيطة بنا نحن كوسائل تواصل وغيرها. أول هذه التحديات تقريبا هي تحدية الهوية، البحث عن الهوية. دائما نجد أنه المراهق يجول في ذهنه كثير من الأسئلة، كثير من يعني الأشياء اللي يشعر فيها من هو، ماذا أريد، يعني تقريبا. وأنا أثناء في التحضير لهذه الحلقة فسألت مجموعة من الشباب يعني ما بين عمر 14 حتى عمر 20، فسألتهم ما هي التحديات اللي تواجهكم، يعني ما تعانوه أنتم كشباب وكذا كمراهقين. فواحدة من هذه التحديات كانت إن هي أنا ما أعرف من أنا وماذا أريد، ويعني ماذا يعني المستقبل. فهذه النوع من هذه الأسئلة اللي دائما يشعر فيها هل ما أفعله صحيح أم خطأ. يجد أن المراهق أحيانا يصل إلى أن يعني كثير من القيم، كثير من العادات، كثير من الموروث الاجتماعي، تجد أنه دائما المراهق يعني يحاول يتعامل معه بنوع من التمرد، بنوع من عدم الرضا أو بعدم القبول. هذه كانت واحدة من التحديات اللي هي تحديات عدم وضوح الهوية بالنسبة للمراهق، بالنسبة للشباب. خاصة نحن الآن يعني يمكن نجد أن هذه الوسائل التواصل يعني أثرت كثير على قضية الهوية. فتجد أنه يعني الشباب من كثرة ما يشاهدوه في الوسائل أحيانا بتحصل عندهم فيها أشياء بدأت عندهم فيها يعني كثير من الشكوك. وأتذكر في أحد الإخوة التربويين يناقش في هذه القضية، فأصبح يمكن ظهرت ظاهرة الإلحاد وغيرها في بعض المجتمعات. هذه واحدة من التحديات الكبيرة. التحدي آخر اللي هو الاغتراب والتمرد، يعني نتيجة لهذه الشكوك، نتيجة لهذا عدم وضوح الهوية، نتيجة لعدم معرفة من هو المراهق، بينتج عنها موضوع الاغتراب. يشعر بغربة داخلية، غربة فكرية، غربة روحية، بيشعر بهذه الغربة، ويعني بتجعل المراهق في حالة في عدم ثبات وعدم اتزان. في طالبة من الطالبات اللي كنت أناقشها ذكرت لي إنه نحن نعيش، وشبهت لي وهي تتحرك هكذا، تقول لي إحنا كأنه نحن في يعني وسط أمواج تلاطم هذا هنا وهناك يعني. فحتى تشبيهها وهي تتحرك يعني نحن كأنه إحنا نشعر بإحنا غير ثابتين حتى على هذه الأرض يعني. فهذه يمكن مشاعر صادقة من الشباب نفسهم ما يعانوه، ما يشعر به.
عدم الثبات يؤدي إلى نتيجة أخرى اللي هي عدم الثقة في قراراتهم، عدم الثقة فيما يقتنع فيه، عدم الثقة في أنهم يستطيعوا أن يواجهوا كل التحديات. لأن النتيجة لعدم الثقة وعدم الثبات بتأتي مسؤولية اللي هي صعوبة مجاهدة النفس ودفعها إلى عمل الخير. فذكرت يعني طالبة أخرى تقول لي إحنا نتيجة لهذه التحديات الكبيرة واللي نحن يمكن أولياء أمورنا ما يشعر فيها، تقول إحنا نعيش داخلنا كثير من هذه الصراعات وهذه المشاكل النفسية، واللي سببها في كثير من الأحيان تقول لي أنا يمكن كثرة سماع الأغاني، فتقول لي ما أقدر أنا يعني الآن من الأشياء اللي عندي هاجس في رمضان معناه ما أسمع، يعني ما أستطيع أن أسمع أغاني، لأنه بتشعر أنه يعني يكون في نوع من عدم المصداقية في الصوم وعدم مراقبة النفس ومجاهدتها. وهذه فيها صعوبة كبيرة للمراهقين حقيقة الآن، من الأشياء اللي تجعل حتى المراهق ما يكون عنده دافعية لحفظ القرآن، ما يكون عنده دافعية للقيام بواجبات الدينية أو العبادات، تكون واحدة من ضمنها اللي هي يعني قلوبهم أصبحت سبحان الله مقلفة بهذه الأغاني وغيرها من الأشياء اللي تجعل الإنسان سبحان الله يكون بعيدا عن الذكر. نقطة أخرى ذكروها الشباب عدم معرفة عظمة هذا الشهر، فتقول إحنا نعطي فقط مجرد أداء واجب، بما أن نحن هذه كأن جزء من الموروثات المجتمعية، وجدنا آبائنا يعني أمهاتنا يصوموا هكذا، لكن معنى الصيام في حد ذاته، القيم الروحية، القيم المعنوية بالنسبة لعبادة الصيام، فتقول نحن نفتقد هذه المعاني، نفتقد المعنى العميق لهذه الشعيرة ولهذه العبادة، مما يؤثر على التزامنا بهذه العبادة بشكلها الصحيح، بما أنه هذا الشهر يعتبر شهر نحن نغتنم فيه الفرص. كأن نحن الآن لو نفترض نحن في شركة ونريد إنه مع نهاية العام الشركات عادة يكون جرد للحسابات، ترى ما كسبته وما خسرته وإيش الزيادات اللي حصلت بالنسبة لدخل الشركة ووضعها الاقتصادي. نحن كذلك يعني إحنا بالنسبة لنا رمضان فرصة لإعادة حساباتنا، لإعادة تقييمنا لكل ما قدمناه خلال العام الماضي، وما سوف يعني ما يتبعه في العام المقبل. يعني نحن الآن نصحح هذا المسار ونصحح خطواتنا. تحدي آخر اللي هو تحدي الوسائل الاجتماعية. تقول واحدة من الطالبات من الأشياء اللي أنا الآن أفكر فيها كيف يعني أوقف الجوال، لأنه هي الآن للأسف الشديد جميع شبابنا والشابات والشباب حتى الأطفال، الواحد يصحى ينام مع الجوال ويصحى على الجوال. فهذه الأشياء اللي يشعروا هم في المتعة، وهذا اللي هم الوسائل اللي هم الآن أصبحوا يعني سبحان الله يعني كأنه تعلق شيء ما طبيعي. يعني الواحد 24 ساعة تجد إنه الأبناء يعني بدون جوال خلص الحياة كأنه تعطلت. يعني هذه من التحديات الكبيرة جدا، ليس فقط للشباب يعني حتى على مستوى يعني نحن ككبار، يعني نحن كمربين يعني نعتبر يعني الكبار السن، يعني حتى في كل مختلف الأعمار الآن أصبحت الوسائل واحدة من الأشياء اللي تسرق مننا أوقاتنا، تسرق مننا يعني سبحان الله كل يعني حتى تؤثر في إنجازنا في تحديات في خططنا المستقبلية. فهذه هي التحديات اللي نعتبر إحنا تحديات كبيرة جدا على مستوى يعني إذا كان على مستوى الأفراد على مستوى الجماعات بتأثر بشكل كبير جدا. فهذه هي الأشياء اللي يمكن هم عبروا عنها الشباب بشكل حقيقة بشكل صريح وواضح. فيعني بيحتاج مننا نحن ما هي رسالتنا، كيف نهيئ أبنائنا لهذا الشهر، ما هي برامجي أنا كأسرة بشكل خاص يكون عندي خطة لاستقبال هذا الشهر الكريم، يعني مثلها مثل أي خطة.
نحن الآن لو عندنا مناسبة اجتماعية، نفترض الزواج أيا كانت هذه المناسبة، تجد أنه ليس فقط الأسرة، حتى على مستوى القبيلة كل الأسر الممتدة، الكل على استعداد تام، الكل مهيئ نفسه يعني ماديا ومعنويا ونفسيا، حتى بل انه احيانا الاسر تسافر من دولة لدولة وتتكلف بمبالغ كبيرة جدا من اجل انها تحضر هذه المناسبة الاجتماعية. فما بالكم بهذه المناسبة العظيمة، هذه المناسبة، هذا الشهر المبارك يعني الذي يعني سبحان الله يعتبر فيه من أعظم الليالي اللي هي ليلة القدر، وشهر نحن نشعر بأن نحن كأنه نحن نعيد ترميم ونعيد يعني تصحيح الأشياء اللي نحن نشعرها في أنفسنا. فبالتالي إذا كنت أنا استعد زي ما ذكرت للمناسبات، وحتى نستعد للاختبارات ونستعد للامتحانات، تجد أنه كثير من الأسر وقت الاختبارات توقف حتى الزيارات الاجتماعية ويعلن أن احنا في حالة اختبارات، تتوقف كل شيء. فمن باب أولى أن نحن يكون عندنا خطة واضحة، برنامج واضح لكل الفئات العمرية. نحن عندنا لا في البيت مثلا إذا كنا إحنا مثلا عندنا أطفال، برنامج الأطفال غير، تهيئتنا للطفل غير تهيئتنا للشاب، وهكذا يعني يبدأ إن الكل يشارك، الكل يستعد، والكل هو يعني هو شغف وحب، وكلنا نحن في استعداد تام لاستقبال هذا الشهر المبارك. هذه هي اللي يمكن ذكرناها، كيف نواجه هذه التحديات وكيف نتعامل معها حقيقة يعني يكون أولوياتنا. أنا حأذكر يعني في كثير من البرامج، أنا في يعني زمان يعني كنا في مجموعة يمكن نسكن في مكان واحد، فلتجد أن الأسر كلها يعني دليل على أنه اهتمام الأسر في هذا الموضوع، الأسر والجيران والأحب والأصدقاء يجتمعوا، خاصة الأمهات يجتمعوا قبل رمضان بفترة، ويكون عندهم مجموعة من الشابات والشباب ويدعوا خطة للبرنامج ويشركوا فيها الأبناء. يعني حتى طبيعة البرنامج ما كانت هي فقط اللي هي تملى على الشباب، لا، البرنامج كان اللي هي بمشاركتهم، ما هي احتياجاتكم، ما هي المواضيع، فيكون مجموعة من العناوين موجودة، ونسأل الطلاب ونسأل البنات والشباب يعني ما هي أكثر مواضيع تشعر أنك أنت تحتاج أن أنا أعدلها في هذا الشهر. نحدد يعني مجموعة من السلوكيات أنا أشعر مثلا إذا على مستوى مثلا أبنائي أو حتى على المنطقة أو على الحي أو على المجمع اللي أنا أعيش فيه، بمشاركتهم نحدد ما هي السلوكيات أو ما هي الأشياء العادات التي أريد أن أغيرها في هذا الشهر المبارك. فبالتالي بتكون هي تصميم البرنامج مع مشاركة الشباب نفسهم، تبدأ هكذا التهيئة الأولى من إعداد هذه البرامج ومشاركتهم ووضع خطة واضحة من أول يوم في رمضان حتى نهاية آخر يوم في رمضان. وبهذه الطريقة تبدأ التهيئة الأولية، وتكون نحن على استعداد لاستقبال هذا الشهر المبارك، ونكون كل أطراف اللي هي كل أعضاء اللي هم إذا كان أعضاء الأسرة، أعضاء الجمعية، أعضاء الحي، المجتمع بأكمله يكون على استعداد كامل لاستقبال هذا الشهر المبارك. هذا ما يعني حاولنا الآن يمكن نتطرق لهذه التحديات وكيف تبدأ الخطوة الأولى، وبإذن تعالى إن شاء الله يعني في الحلقة القادمة سوف نكمل ما هي الخطوات العملية، كيف نبدأ نترجم هذه الأفكار وكيف نعالج هذه التحديات بحلول عملية. وإن شاء الله يعني حيكون حديثنا في الحلقة القادمة في هذا المحور. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا.